امبارح في حد بعت لي على التيك توك على الفيديو اللي نزل امبارح، اللي هو كان بيتكلم عن الماجيك لايرز والاداه الجديده اللي في كانفا. انه يا عم ده الكلام ده موجود من زمان قوي في الفوتوشوب وبتاع والى اخره. بصوا، انا ما بقولش ان كانفا برنامج احترافي، لكن ما انكرش برضو انا كعاصم بستخدم فوتوشوب في حاجات كتيره جدا، والحاجات اللي هي فيها شغل تقيل او فيها حاجات تكنيكال تفصيليه فلازم استخدم فوتوشوب طبعا، لان الفوتوشوب هو برنامج قوي جدا ما نقدرش ان احنا ننكر قوته. لكن كانفا كان بيلعب على حاجه تانية، وهي السرعه والحاجات اللي احنا ممكن نعملها بشكل اسرع وبكواليتي كويسه، زي مثلا الكاروسيل السريع، زي مثلا البوستات بتاعت السوشيال ميديا، حاجات سريعه. لكن برضو انت لو عندك خلفيه عن مجال الجرافيك ديزاين واساسياته وازاي تطلع صوره شكلها كويس وفيها توازن بصري والى اخره، يعني فهتقدر تستخدم كانفا وتطلع منه حاجات احترافيه جدا. فالفكره وما فيها ان انا قلت طب ماشي، ما اخش بقى اشوف الكلام ده بيحصل في فوتوشوب ازاي. فلقيت نفسي الموضوع عشان اقدر ان انا ادي صوره معموله بالاي اي اديها للفوتوشوب يفصلها لي، ما بتحصلش، مفيش اوبشن بيعمل كده. حلو. لكن الفكره وما فيها ان انا بقى اقدر ان انا افصل كل حاجه لوحدها عن طريق ان انا اعمل سيلكشن على كل سبجكت موجود في او كل اوبجكت موجود في الصوره. حلو الكلام. واعمل له سيلكشن، ابدا افصله، وبعد كده المكان اللي هو كان موجود فيه امسحه خالص من الصوره. حلو الكلام. واعمل جنريتيف فيل بقى من اول وجديد تاني. فالموضوع كان مرهق جدا. فهي دي الفكره كلها وما فيها. بس لكن ما بقولش ان كانفا اقوى من فوتوشوب، لكن كانفا بيلعب في حته هي بعيده شويه عن فوتوشوب. حلو. وبيلعب في حته ان انا مثلا زي فكره افينيتي مثلا. برنامج افينيتي ده هو عامله ليه؟ عايز اقول لك ان انا دمجت لك كل البرامج اللي هم الالستريتور والانديزاين والفوتوشوب في برنامج واحد بس، بيلعب على ان انا عايزك تنجز بشكل اسرع وبكواليتي كويسه. دي فكره كانفا. لكن فوتوشوب انت مش عايز حاجه سريعه قوي، بس على قد ما انت عايز حاجه كواليتي عاليه قوي. بس فوتوشوب بيلعب على الكواليتي، اما كانفا بيلعب على سرعه اكتر وسهوله في التنفيذ اكتر. بس كده. موضوع بسيط جدا انا اكتشفتها، وهي فكره ان هو انت مش لازم يبقى الاكونت بتاعك برو. عشان بس كان في حد برضه بيسال بيقول هي لازم برو ولا لا، وانا قلت له لازم يكون برو، بس هو مش لازم تكون برو. حلو. ولازم ان انت تقلب موقع كانفا للغه الانجليزيه عشان الاداه دي تظهر لك. حلو. وحاجه كمان اخيره، لو الصوره اللي انت بتديها له الكواليتي بتاعتها مش افضل حاجه، هو هيفصل صح، هيعرف يفصل كل حاجه. تمام. انا جربتها على صوره، هيعرف يفصل كل حاجه. لكن المشكله كلها وما فيها ان هو بيقلل الكواليتي. تمام. وفي بعض الحاجات مش بيفهم ان هي تكست. يعني انت لو عامل مثلا التكست بتاعك تايبوجرافي، فهو مش هيفهمه ان هو تكست، هيفهمه ان هو الصوره عادي جدا مش تكست. بس فدي كان تجربه كده سريعه او بعد الفيديو ده، عشان برضو يبقى كل حاجه اتقالت ويبقى كل حاجه كانت واضحه للناس. الاداه دي مش لازم يكون الاكونت بتاعك برو. تاني حاجه بتقلل من كواليتي الصوره. تالت حاجه، عشان تظهر لك الاداه دي لازم ان انت تكون محول اللغه بتاعت الموقع للغه الانجليزيه زي ما صديقنا قال. طبعا شكرا جدا للناس اللي نبهتني الحاجات دي، وكلنا بنتعلم من بعض. فشكرا جدا لكم.